فيلمنا بيبدأ بكائن فضائي اسمه سونيك، وبيبقى عايش في كوكب غريب، وبنعرف انه مولود بقوة خارقة، وهي انه كائن سريع جدا. وبيروح بيته والمربية بتاعته لونج كلو بتزعق له علشان قالت له كتير انه ما يطلعش بره البيت ويستعرض قوته الخارقة علشان الاشرار هيكونوا طمعانين فيه. وكان لسه بيفهمها انه كان بره علشان يجيب لها وردة، بس فعلا بتيجي مجموعة من الاشرار وبيضربوهم بالاسهم، بس لونج كلو بتقفل الباب بسرعة وبتاخده وبتهرب بيه، بس الاشرار بيفضلوا وراهم وبيسيبوها سهم فبتقع، وبسرعة بترمي خاتم بيفتح بوابة زمنية بتنقله لعالم تاني علشان تحميه من الأشرار، وبتديله كيس فيه مجموعة كبيرة من الخواتم علشان يستخدمها لو في خطر وإنه هيتنقل في أي عالم أو مكان يفكر فيه. بس سونيك بيرفض إنه يسيبها فبتدخله جوه غصب عنه، وكان لسه هيرجع لها بس البوابة بتتقفل وبتضحي بنفسها علشانه. وبعد 10 سنين بنلاقي سونيك في كوكب الأرض في مدينة اسمها جرين هيلز، ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتسليه إنه كان بيهزر مع ظابط اسمه توم اللي بيبقى ملان جدا علشان مفيش حاجه يعملها بسبب ان المدينه بتبقى هاديه جدا ومفيهاش مشاكل، ومن كتر الملل بيبقى ماسك رادار بيقيس بيها سرعه سلحفه، وسونيك بيعدي من قدامه بسرعه ولكن مش بيشوفه بسبب سرعته الخارقه. بس لما بيبص على رادار السرعه بيلاقي ان السرعه المسجله 296، وبيبقى مصدوم من السرعه دي وانها جت منين. بس سونيك مش بيعجبه الرقم ده وبيجري اسرع لغايه ما بتسجل 300، وبيكون فاكر ان الجهاز بايظ. ولما بينزل عشان يشوف سبب السرعة بيلاقي خصلة من جسم سونيك، وبيبقى مش فاهم ايه الخصلة دي علشان اول مرة يشوفها وبيحتفظ بيها. وسونيك بيكون بقاله كتير عايش في كوكب الارض، وبيكون لسه مفيش ولا واحد اكتشف سره ولا حد يعرفه، وبيروح مخبأه اللي بيطلع فيها كل طاقته، وبيفضل يلعب مع نفسه لغاية ما بيوقع كيس الخواتم، وفي خريطة بتقع وبنعرف منها انه زار كل الكواكب الا كوكب المشروم اللي بيكون هادي وآمن جدا، لكن بيبقى مش عايز يروحه علشان يرتاح واتبسط وهو عايش في كوكب الارض، ولو حصل حاجة هنا هيبقى يروحوا. واكتر واحد بيراقبه في المدينة وقريب منه هو الضابط توم اللي خاطب واحدة اسمها مادي، وبيبقى حاسس انه واحد من عيلتهم علشان على طول بيراقبهم وبيعيش معاهم اغلب اللحظات. وفي يوم بيروح يشوف الاطفال وهي بتلعب بيسبول، وبيبقى نفسه يلعب معاهم بس بيبقى عارف انه صعب جدا حد يتقبله ويصاحبه علشان يا اما هيخافوا منه يا اما هيستغلوه. وبالليل لما كله بيمشي بيروح وبيلعب مع نفسه بس ما بيكونش مبسوط وهو لوحده كده وبيتضايق جدا، ومن كتر ضيقته بيفضل يجري باقصى سرعه عنده في الملعب، وده بيولد طاقه كبيره جدا وبتتسبب في قطع الكهرباء عن المدينه كلها. وفي نفس الوقت ده توم بيلاقي ان خصله الشعر اللي معاه نورت جامد جدا، وبيبقى برضه مش عارف ايه السبب. وبعد كده بنلاقي اجتماع مفاجئ للدفاع الامريكي وهم بيحاولوا يوصلوا لحل لقطع الكهرباء اللي حصل، وفي منهم بيتوقع انهم جماعات ارهابيه، بس رئيسهم مش بيقتنع بكلامهم علشان ما لقوش ولا اسلحه ولا اي حاجه، وقرروا ان هم هيستعينوا بالدكتور ايجمان علشان عبقري وخبير جدا في مجال التكنولوجيا، مع انهم خايفين منه بسبب تصرفاته الغبيه، بس مش بيبقى قدامهم حل تاني غيره. وفعلا دكتور ايجمان بيوصل وبيبدا شغله، وبيبدا يطلق كل الدرونز اللي معاه علشان تعمل مسح كامل للمدينه، وفعلا بيلاقي اثار لاقدام غريبه، وبيقول انها مش اقدام انسان ولا حيوان وانها اقدام كائن فضائي. وسونيك لما بيعرف ان كل المدينه بتدور عليه وان المكان ما بقاش امن بيقرر ان هو يروح لكوكب المشروم علشان هيكون امان اكتر ليه، فبيروح يلم كل حاجاته وبيروح على جراج توم علشان ينتقل من هناك. بس توم بيسمع صوت غريب طالع من الجراج فبيروح على هناك وبيتخض من شكله وبيبقى مش فاهم ايه الكائن ده، وبيضربه بطلقه مخدره والخاتم السحري بيقع من ايده، والتيشيرت اللي توم كان لابسه بيبقى مكتوب عليه اسم مدينه سان فرانسيسكو، ودي اخر حاجه سونيك بيشوفها قبل ما يفقد الوعي. فالبوابه الزمنيه بتتفتح على المدينه وبيقع فيها كيس الخواتم السحريه، وبعد كده بتتقفل، وبعد شويه بيفوق سونيك وبيفهمه كل حاجه، بس توم بيتفاجئ انه بيتكلم زيه. وبعد كده سونيك بيقول له انه كان بيراقبه من زمان هو وخطيبته، وانه كان نفسه انهم يبقوا صحاب، وانه لما لقى الجيش بيدور عليه قرر ان هو يجي عنده الجراج ويهرب على كوكب المشروم من هنا. وهما بيتكلموا بيجي الدكتور ايجمان على بيت توم علشان تتبع بصمات اقدام سونيك وجابته لهنا، وسونيك بيقول له انه يساعده ويخبيه، وفعلا بيصعب عليه وبيقرر انه يساعده وبيطلع يخبيه فوق في المخزن. والدكتور ايجمان بيحاول يخش البيت علشان يدور على سونيك بس توم بيمنعه، فبيطلق الدرونز علشان تدور عليه، وكانت لسه هتتعرف على سونيك بس بيجري منهم. ولما بيسمع صوت بيخش البيت بالعافيه وبيلاقي خصله الشعر بتاعت سونيك، وهدد توم انه يقول على مكانه، فسونيك بيطلع وبيسلم نفسه، فالدكتور ايجمان بيتصدم من شكله وانه بيتكلم، بس توم بيضربه وبياخد سونيك وبيهربوا بسرعه، وبيبدا يقول له انه لازم يوديه لسان فرانسيسكو علشان يجيبوا كيس الخواتم السحريه علشان يمشي من الكوكب قبل ما يقبضوا عليه
عليه ويستخدموا الطاقة بتاعته في الشر. بس توم فتح باب العربية وقال له يمشي ازاي للمدينة، وفعلا بيروح وبيجي في ساعتها وبيقول له انه مش بيحب يمشي في المحيط وانه يساعده ويوديه هو احسن، وبيوافق وفعلا بيبدأوا يتحركوا على هناك. وهم في الطريق توم بينزل عشان يجيب لهم اكل، وسونيك بيشوف ناس بترقص في بار فبينزل وبيخش البار، ولما بيجي توم مش بيلاقيه فبيروح يدور عليه وبيلاقيه فعلا في البار، وبيقول له انهم لازم يمشوا قبل ما يلاقوه. فقال له انه لسه محققش امنياته على كوكب الارض ومش عايز يمشي قبل ما يحققها. فبيتأثر توم بكلامه وفعلا بيبدأ يحقق له بعضها، وبيقعدوا يرقصوا ويلعبوا وبيبان انهم بدأوا يقربوا من بعض. وفي عصابة بتيجي وبتتنمر على سونيك علشان فاكرينه شخص حقيقي ومتنكر في لبس كرتون، فسونيك بيفضل يستفز فيهم فبيضربوا توم. بس سونيك بسبب سرعته الخارقة بيربط كل الناس الموجودة في بعض، وتوم بيتفاجئ لما بيلاقي كل الناس وقعت فجأة، وبياخد سونيك وبيجري بسرعة من البار قبل ما الناس تمسكهم، وبيروحوا على فندق وبيباتوا هناك. وبيقول له انه احسن يوم في حياته علشان اول مرة يجرب الحاجات دي مع حد ومش لوحده زي كل مرة. وتوم بيلاقي نفسه في التلفزيون انه مطلوب للعدالة، ولما سونيك بينام توم بيمسك ورقة امنياته وبيلاقيه كاتب انه بيتمنى انه يلاقي صديق حقيقي. وفي تاني يوم بيكملوا طريقهم لسان فرانسيسكو، ودكتور ايجمان بيقدر يحدد مكانهم وبيبعت عربية ضخمة بتطاردهم، وبيحدف خطاف جوه العربية وبيسحب بيها عربيتهم. بس سونيك بيستخدم قوته وبيجري في اتجاه العربية بأقصى سرعة وبيدمرها، وبيخرج منها عربية تانية أصغر وبتحدف أقراص مغناطيسية في العربية علشان تدمرها. بس سونيك بياخدها وبيحطها في العربية التانية وبيدمرها، وبيخرج منها روبوت بعجلة واحدة، وتوم بيفضل يزنق عليها لغاية ما بيدمرها، وبرضه بيطلع منها روبوت بحجم صغير جدا، وسونيك بيستهزأ بيها علشان صغيرة، بس بيطلع منها ليزر وبتدمر سقف العربية. فسونيك بيمسكها وبيكسرها، بس بيلاقي ان فيها قنبلة لزقت في ايده وبيحاول يشيلها بس برضه بتفضل لازقة فيه ومش بيعرف يشيلها. فتوم بيجي وبيشيلها منه وبتكون لزقت فيه هو كمان، فبياخدها سونيك وبيروح يلزقها في صخرة كبيرة، بس وهو ماشي القنبلة بتتفجر وبيكون قريب منها فبيتأثر بيها وبيفقد الوعي. فبياخده بسرعة وبيروح لخطيبته مادي علشان دكتورة بيطرية وممكن تعرف تساعده، وبتكون عند اختها، وهما الاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا سونيك علشان بالنسبة لهم هو كائن فضائي غريب. وبتقول هي مش عارفة أدوية الحيوانات هتنفع معاه ولا لا، وبتشممه حاجة وبنلاقيه فاق فعلا، وبيفضل يجري بسرعة رهيبة في البيت. وبنت اخت مادي لما بتلاقي كوتش سونيك مقطوع بتروح وبتجيب له كوتش جديد هدية، وسونيك بيفرح جدا بيه علشان أول مرة حد يجيب له هدية. وبننتقل للدكتور إيجمان وبنلاقيه عمال يعمل أبحاث عن خصلة الشعر بتاعت سونيك، وبيفرح جدا علشان بيلاقي فيها طاقة جبارة ومش محدودة، وبيستخدم الطاقة دي في السفينة بتاعته. وبعد كده بنلاقي توم ومادي وسونيك وهم بيقرروا انهم هيروحوا للبرج اللي في سان فرانسيسكو علشان يجيبوا الكيس اللي فيه الخواتم السحرية، وفعلا بيتحركوا على هناك وبيخبوا سونيك في شنطة علشان محدش يشوفه، وبيطلعوا في الاسانسير وسونيك فعلا بيلاقي الكيس وبيودعهم علشان هيسيب كوكب الارض وهيروح لكوكب المشروم، وبيرمي الخاتم علشان ينتقل للكوكب. بس بيلاقي فجأة الدرونز بتاعت الدكتور إيجمان وبتبقى محاصراهم من كل مكان، وكان لسه هيضربهم بالمدافع، بس سونيك بيرمي توم ومادي من فوق البرج لغاية ما يفادي كل المدافع دي. بس بيلاقي ان سرعة المركبة بتاعت الدكتور إيجمان بنفس سرعته علشان بيستخدم فيها خصلة شعر سونيك وبياخد الطاقة منها، فبيقع هو كمان من فوق البرج بسبب الضربات دي، والخواتم كمان بتقع منه، وبيحاول يمسك خاتم منهم وبيفتح بوابة زمنية وبينقل فيها توم ومادي وفعلا بينقذه. وبعد كده بيلم الخواتم بسرعة وبيجري، بس إيجمان بيفضل يطارده ويجري وراه وبيبقى هو كمان بنفس سرعته، وبيفضل يرمي في الخواتم وبتنقلهم في أماكن مختلفة، وبيضرب عليه مدافع وبيدمر أبو الهول، وبيجري على الهرم وبيفتح بوابة وبينتقلوا لجرين هيلز من تاني. ويكون ساعتها سونيك تعب جدا من كتر المطاردة، وساعتها بيجي توم ومادي وكل أهل البلدة علشان تدافع عن سونيك، وإيجمان بيستغرب وبيسأله هو بيساعده ليه، فقال له علشان هو صديقه وفرد من عيلته ومستحيل يتخلى عنه، ولو عايز يخلص عليه فلازم يخلص منه هو الأول. وسونيك لما بيسمع الكلام ده بيستجمع كل قوته، وبيكون أول مرة يوصل لكل الطاقة دي، وبيفضل يضرب في سفينة إيجمان من كل اتجاه، وتوم بيفتح بوابة زمنية لكوكب المشروم، وسونيك بيزق إيجمان فيها وبيخلص منه. وبعدها بنشوف سونيك وهو بيودعهم علشان يروح المخبأ بتاعه، بس توم بيفاجئوا إنه عمل له أوضة في بيته فيها كل حاجته علشان يعيش معاهم وأكنه فرد من العيلة، وساعتها فعلا سونيك بيفرح جدا. وفي آخر الفيلم بنلاقي الدكتور إيجمان وهو في كوكب المشروم وهو معاه خصلة شعر سونيك، وهو بيقول إنه هيعمل كل ما في وسعه علشان
علشان يمشي من الكوكب ويقضي على سونيك، وده فعلا اللي احنا هنشوفه في الجزء التاني. فياريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس اهم حاجه علشان اول ما انزل الفيديو يجيلك اشعار بيه، وياريت برضو تعمل لايك للفيديو علشان تشجعنا ان احنا ننزل الجزء التاني في اسرع وقت ممكن. ولو حابب تعمل كومنت تقول لنا ايه رايك في الملخص او في الفيلم عامه، ولو عايز برضو نعمل ملخص لفيلم معين او مسلسل معين اكتب لنا تحت في الكومنتات. ودي افلام اللي عندنا في القناه لو انت حابب تشوفها. وبس كده، نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.